سنة 1280 في دمشق. كان في راجل واقف بيولع فتيل، فجأة جسم معدني بيطير في السماء ويولع نار. الناس افتكرته سحر، بس الحقيقة ده كان أول صاروخ في التاريخ، واللي عامله مش عالم من الغرب، ده عبقري عربي اسمه حسن الرماح. حسن الرماح اخترع صواريخ حربية بتشتغل بالبارود، كتب عنها في مخطوطاته بالتفصيل. مش بس كده، ده كمان اخترع توربة بحر كان بيتحرك على سطح المية ويوصل للعدو وينفجر من غير كهرباء ولا بترول ولا GPS، كله بالعلم. في كتابه الفروسية والمناصب الحربية شرح كل حاجة، من البارود لشكل الصاروخ للمواد القابلة للاشتعال. الصواريخ دي كانت بتتجهز حسب الوزن، الطول، مدى الإطلاق، يعني كان بيعمل تصميم هندسي فعلي. ده قبل ما أوروبا تعرف البارود أصلا. تخيل صاروخ بيسيب أثر ناري في السماء وسط معركة فيها خيول وسيوف، وده حصل فعلا. أحد قادة الصليبيين كتب في مذكراته: رأينا نجوما نارية تهبط من السماء وتفزع الجنود. اللي الناس مش عارفاه، حسن الرماح سبق أوروبا في استخدام الصواريخ بال300 سنة. الغرب خد الفكرة بعدين، بس الفضل الحقيقي عند واحد من علمائنا اللي اتنسوا. زمان كنا بنستخدم العلم عشان نحمي حضارتنا. الصاروخ اللي اخترعه حسن الرماح مش مجرد سلاح، كان رسالة. العلم قوة. لو بنفتخر بسبيس اكس النهاردة، لازم نعرف إن البداية كانت من دمشق، مش من كاليفورنيا.